ألان جيسي بيتبع جايل وبيعرف عنوانه، ولكن لما بيخرج وولتر من بيته عشان يقتل جايل بيجي واحد من رجالة جاس وبياخده معاه وبيروح بيه على المختبر، وهناك بيطلبوا منه يتصل بجيس عشان يعرفوا مكانه ويقتلوه. هو بيتصل ولكن بسرعة جدا بيقول له يجري ويقتل جايل قبل ما هما يوصلوا له والا هيقتلوه. هو بيروح يجري على هناك، وقبل لما يقتلوا وولتر بيقولوا عنوان جايل، فبيتأكدوا ان هو فعلا جيسي هيقتله وهم كده هيحتاجوه فمش هينفع يقتلوه. وفعلا بيخبط باب جايل وبيلاقي جيسي مسدس، وجيسي بيكون مش عايز يقتله، بيفضل ماسك المسدس وهو بيعيط، ولكنه بيضطر يقتله. والأول مرة بيقتل شخص بريء عشان ينقذ وولتر. هو مش بريء يعني، هو بيعمل مخدرات بس معري. وبيدوس عم جيسي الزناد وبيقتل جايل، وبعد ما بيحصل ده بيروح احدى مساعدين جاس وبيخطف جيسي وبيروح بيه على المختبر، وهناك بيضطر مايك ان هو يكلم جاس عشان يجي يتصرف بقى بنفسه في المصيبه اللي هم فيها دي. وفي نفس الوقت بتبدا في سكايلر تدور على وولتر بانها تكلم سول المحامي عشان هي قلقانه عليه. وبيوصل جاس اخيرا ويكون متعصب جدا ولكن بهدوء ما تفهمش ازاي. واثناء ما عمك وولتر قاعد عمال يبربر بيروح يلبس بدله المختبر، وكتعبير عن غضبه بيقتل المساعد بتاعه قدامهم باستخدام مشوة. ده مش وولتر اللي بيعمل كده، ده جاس اللي بيعمل كده. وبيرجع يلبس هدومه ويطلع ومش بيقول غير استعدوا عشان ترجعوا للشغل. خلاص كده هم لبسوه. وفي اخر اليوم بنشوف جايل كان سايب في شقته دفتر اسمه ملاحظات المختبر. بيروح وولتر يشتري مسدس من السوق السوداء عشان يحمي نفسه في حالة ان يحصل اي حاجة تاني. وعلى الجنب التاني جيسي اللي حالته بقت مش كويسة من ساعة لما قتل جايل بيبدأ من تاني ان هو يرجع من المخدرات. وبالنسبة لعمك وولتر فبتتصل بيه سكايل عشان عايزة يخلصوا اجراءات المسألة اللي هيجيبوها، بالتالي يخسروا فلوس ويدفعوا فواتير هانك اللي اتراكمت عليه. ولما بيحاول وولتر ان هو يروح بيت جاز يقتله بيجي تليفون ويقول له ارجع بيتك يا وولتر بالادب عشان ما تتقلعش. ولما بتروح سكايلر تاني يوم تتفق مع صاحب المغسله على الشراء بيقول لها ان هو عايز 10 مليون دولار، وده لانها تبقى مرات وولتر وايت واللي هو بيكره صاحب المغسله جدا. وعلى الجنب التاني بيروح وولتر لمايك عشان يقول ان هما الاثنين في نفس الخطر، لان جاز زي ما قتل المساعد التاني فممكن بكل سهوله يقتل مايك برضه. وبيطلب وولتر من مايك ان هو يقعدهم مع بعض، هو هيتصرف وقتها. ولكن مايك برغم ان هو حاسس بشويه خطر كده ولكنه بيضرب وولتر. ولما بيروح تاني يوم وولتر المختبر بيكتشف كاميرا مراقبه جديده، ومن بعد اللي حصل لما جت سايلر تشتري المغسله فبيكلموا سول يخلص الموضوع ده. وسول بيقدر يبعت شخص تبع الولايه يقول ان ميه المغسله ملوثه وان هم لازم يغيروا السيستم بتاعها، وده هيكلف الراجل 200,000 دولار. تفهمش ليه يعني هيغيروا ميه زمزم. وبعد عليه ان هو يبيع المغسله بدل ما يخسر فيها. وفي يوم بيجي واحد زميل هانك للبيت بعد لما بقى مكتئب جدا، وهناك زميله بيقول له ان هم قربوا يحلوا له تاجر المخدرات عمك هايزنبرج، لان هم لقوا دفتر الملاحظات اللي كان في شقه جايل وشاكين ان هو كان هايزنبرج. وبيدي هانك نسخه من الدفتر عشان لو وصل لحاجه يبلغهم. وفي نفس الوقت بيجي تليفون لسكايلر من صاحب المغسله وبيعرض عليهم بيع المغسله من تاني ولكن بسعر رخيص. وتاني يوم بيروح وولتر وسكايلر وابنهم بيت هانك وماري كزياره، وهناك بتأليف سكايلر قصه كده وهي ان وولتر كان مدمن في فتره مرض على القمار، وبكده عمل مبلغ كبير ولكنه بطل، وبكده يكون عندهم حجه وهم بيدفعوا الفلوس اللي هيساعدوا هانك بيها. وكمان برضه بالصدفه هناك بيتفرج وولتر على دفتر الملاحظات اللي اخده من بيت جايل، وبيقعد يحكي لوولتر ان هو اقتنع ان جايل يبقى هايزنبرج. فبيروح وولتر على بيت جيسي بعد لما بيعرف ان البوليس بيحققوا في مين الشخص اللي قتل جايل، وهناك بيلاقيه عامل بيته ديسكو حرفيا ومليان بقى مدمنين، وبيكون مش عايز يتكلم وبيطرد وولتر. فبيروح وولتر على سول المحامي، وبعد لما بيحكي كل المشاكل اللي هو فيها على ان في شخص يعرف يهرب الناس مقابل مبلغ وبيعمل لهم هويه جديده من غير ما يسيبوا اي اثر. ولكن بيستمروا وولتر وجيسي في الشغل وهم عارفين ان هم متراقبين وممكن يموتوا في اي وقت لو الراجل ده اتخلى عنهم. ولما بيروح جيسي وبينام لما بيصحى بيلاقي مايك في وشه ومفيش حد في البيت من المدمنين لان هو طردهم. وبعدها بيروح مايك على جاس وبيقول له ان جيسي بيتصرف بتعور وان هو لازم نتصرف معاه. وتاني يوم اثناء ما عمك وولتر في الشغل بيلاحظ ان جيسي اتاخر جدا، فبيروح له البيت. لما بيدخل بيلاقي موبايله لكنه مش بيلاقيه هو شخصيا، ولكن جيسي بيكون مع مايك واللي اخده من بيته. وبرغم ده وولتر بيكون مش عارف وبيفتكر جيسي اتخطف علشان يتقتل، فبيروح ان هو يدور عليه وبيسيب رساله لسكايلر ان هو بيحبها لانه بيفتكر ان هو كمان هيموت في الموضوع ده. وبيروح على المطعم بتاع جاس وبيفضل مستنيه، ولكن بيجي تليفون ليه من مايك وبيقول له جيسي معايا. وفي نفس اليوم بتوصل رساله اللي بعتها وولتر لسكايلر متاخر وللاسف كان هو معاها، فبتحصل بينهم لحظه وبيخش يلعبوا سبت حد من تاني. وتاني يوم لما بيروحوا زياره لبيت هانك واثناء ما هم على العشاء وولتر بيشرب كتير يعني بيتقل في
الشرب. ولما بيسمع هانك بيقول على جايل عبقري فمش بيقدر يمسك نفسه، بيقول له اكيد جايل ده ناقل كل اللي في الدفتر من حد فعلا عبقري. فبيرجع هانك يبحث تاني في الموضوع وبيوصل لخيط، وهو ان جايل كان نباتي، فليه لقوه عنده ورقه المطعم فراخ واللي يبقى بتاع جاس. وتاني يوم بعد اللي حصل في اخر ليله عند هانك بتكون سكايلر قلقانه على وولتر لحسن يحصل له زي جايل ويتقتل ولا حاجه، وبتقعد تقرر ان هو في خطر، ولكنه بيرد عليها بلهجه حاده جدا انها تبطل تقول له ان هو في خطر، لان هو يبقى الخطر ذات نفسه، وانا مش الشخص اللي يخبط عليه الباب ويفتح يلاقي مسدس في وشه، لان هو دايما الشخص اللي بيخبط الباب. ويدخل ياخد الدش، ولما بيطلع مش بيلاقي سكايلر، وبيروح وولتر وبيخلص ورق شراء محسله، وبيرجع برضه مش بيلاقي سكايلر، فبيضطر هو يروح يوصل ابنه للمدرسه، ولكنه بيقرر ياخده ويروح بيه على مكان بيع عربيات، وهناك بيشتري ابنه عربيه. ولما بتروح سكايلر بتلاقي عربيه فبتتضايق، لان زي ما قلنا كده مستحيل مدرس ثانوي الا في مصر يعني يجيب عربيه زي دي لابنه، كل يكونوا لازم يتخلصوا منها. فبيقرر وولتر ان هو يدمرها، وبيقول بما اني هدمرها فبيقوم معايا يعدي نلف بيها زي المجانين كده في الشارع، وفعلا بعديها بيولع فيها. ارمي الفلوس يا ابن الكفره. وتاني يوم بيروح وولتر بماده مسممه بكميه صغيره عشان لو حصل حاجه يحطها في اكل جاس مثلا، فاهم انت، ويقتلوا. وعشان يخبوها بيحط جيسي جوه السيجاره في علبه السجاير بتاعته، وبيحذروا وولتر من ان هو يشربها بالغلط عشان ده حمار يعني. وعلى الجنب التاني بيروح هانك وبيعد على قوات اداره المخدرات انه من بعد لما ربط الحاجات كتير فهو شاكك في كون جاس هو اللي كان مشغل جايل، وخصوصا ان هم لقوا بصمات لجاس في شقه جايل. وبيجي استدعاء فعلا لجاس، واثناء التحقيق بيعمل ان هو من بنها مين جايل ده ساعتك مين يا باشا، وبيبرر وجود بصماته في شقه جايل بان هو كان عامل منحه ليه علاقه بالكيمياء من 15 سنه، وان جايل كان واحد من اللي اتقابلوا في المنحه. ومن ساعه ما اتخرج جايل فهم ما تقابلوش لحد لما في مره قبل اسبوعين من موته اتقابلوا بالصدفه ودعا عم جايل لبيته، وبيخرج وهو ما فيش عليه اي تهمه، وان ما فيش دليل كافي لان هو يكون اللي بيصنع المخدرات دي او اللي هو يكون مشغل جايل عنده. ولكن في يوم بيروح هانك مع وولتر عشان يوصلوا المكان، ولكن هم في العربيه بيقول هانك لوولتر ان هو يوصله المطعم بتاع جاس، وهنا بيحكي له عن جاس وان هو شاكك فيه جدا، وبيطلب منه يروح يحط جاس تصنت على عربيه جاس. فبيضطر ان هو يمثل ان هو بيحط الجاز، وبيدخل المطعم بيكلم جاس وبيقول له على موضوع جاز التصنت وان هو ما حطهاش على عربيته. فجاس بيقول له روح حطها، فبيطلع والمره دي بيحط الجاز بجد وبيمشوا. وبيجري وولتر على بيت جيسي وبيقول له ان هم لازم يقتلوا جاس، لان بما ان هانك بيدور ورا جاس فاكيد جاس هيقتله، والشيء اللي مشكك هانك يبقى ماضي جاس المجهول. بص هو عم كانك ما يعرفوش، انما انا هحكيهولك عشان الراجل جدع. بص يا سيدي، زمان جه جاس وهو العالم الكيميائي للمكسيك، وقابل هيكتور سلامانكا وتاجر مخدرات عشان يشتغلوا بيع مخدرات، وهناك بسبب غلطه صغيره بيتقتل اخو جاس برصاصه في دماغه قدام اخوه. شفت الصوره ازاي؟ نرجع عم الحاج بقى للحاضر. وانا دلوقتي هانك بعد مراقبته الجاس مش بيعمل حاجه غير ان هو بيروح البيت والمطعم بس. وعلى الجنب التاني للمغسله اللي اشتراها عمك وولتر بيجي هناك لسكايلر تيد، يعني فاهم انت ايه، اللي كان بيلعب سبت حد معاها كده، وبيوريها استدعاءات جات له من مصلحه الضرايب وسببها هتتقفل شركته ويتسجن. هو بيطلب منها انها تساعده بما انها محاسبه شاطره وكده وممكن تتصرف. وفي الليله دي جيسي بيروح بيت جاس عشان يستنى اي فرصه يسممه فيها بقى، فاهم انت ايه، ويخلص من امه. وجاس اساسا هو اللي كان داعيه، وبيساله هل تقدر تعمل تركيبه المس بتاعه وولتر بالظبط، وده لان في خلافات بينه وبين عصابه الكارتل المكسيكيه وعايزين تركيبه المث بتاعتهم. فهو عايز يودي جيسي هناك يوريهم ازاي يعملوا المث. وبيحكي جيسي ده لوولتر لما بيروح، ولكن بيكذب جيسي وبيقول له انا عرفت ده، ولكنه ما بانش جاس. ولكنه بيتعصب وولتر لانه بيكون عارف ان هو قابل جاس، وده لان هو حط جاس تصنت على عربيه جيسي. هو بيتعصب اكتر لما بيعرف ان جيسي كان جوه وما قدرش ان هو يقتل جاس، فبيضربوا في بعضيهم. وعلى الجنب التاني بعد سكايلر تدي لسول علشان يتصرف معاه في حوار الضرايب اللي هتسجنه، وهناك بيقول ان هو ليه فلوس يعني المفروض ان هو يورثها من قرايبه البعيد، يعني فاهم، قريب من بعيد كده، بنفس مبلغ الضرايب اللي هو المفروض ينفعها. ولكن في الحقيقه دي فلوس اديتها سكايلر لسول يديها لتيد. يعني هي بص يا محمد اسمع معايا، يعني يا سكايلر ادت لسول فلوس عشان يديها لتيد، فتيد قال له ان دي فلوس يعني ليه كده ان هو يقدر يورثها بنفس سعر الضرايب، بس الفلوس دي من قرايبه عادي. المهم وبالنسبه لعمك جيسي فبيروح مع جاس ومايكل المكسيك، وهناك بيطلبوا يوريهم ازاي بيعملوا الميث. وفي نفس الوقت بيروح جونيور لشقه ابوه، وهناك بيلاقيه مضروب وبيبرر له وولتر بان هو اتخانق وكده، وبيبدا يبكي لحد لما بينام. وعلى الجنب التاني في المكسيك بينبهروا جدا بالنتائج اللي عملها جيسي. وعلى الجنب التاني بتروح عمتك سكايلر لتيد وبتقول له وسط الكلام ان هي اللي دفعت الفلوس. وبالنسبه لجيسي وجاس فهناك جاس بيقابل زعماء عصابه الكارتل واللي يبقوا نفس الناس اللي قتلوا اخوه زمان، وفي نفس المكان بيقتلهم كلهم والحمد لله، ولكن بيسمم جاس نفسه معاهم. فبيروح بيه المكان جاس كان محضر عشان يتعالج فيه بسرعه قبل ما يموت. وهناك بنشوف ان جاس كان محضر لنفسه عينات دم وحاجات كتير كده في حال حصل له اي حاجه. وبعد لما بيقوم جاس وبيروح لسلامانكا في دار المسنين وبيقول له ان كلهم كانوا زمايل قدام
عمه كل قرايبه اتقتلوا على ايده. وتاني يوم بيطلب هانك من والتر توصيله، وبيقعد يوصف هانك لوالتر الطريق اثناء لما بيحكي ان هو عارف ان جاس عنده مسألة وان هما لازم يروحوها، فعشان لو راحوا هيكتشف هانك مختبر المس. وبيضطر والتر ان هو يعمل حادثة متعمد وان هما الاتنين يلبسوا فيها، وبيبعت سول شخصين لبيت تيد، وده علشان يجبروه يصرف الفلوس على الضرايب بدل ما هو عايز يحوشها، ولكن بيحاول تيد يهرب وراسه بتتخبط. وعلى الجنب التاني لما بيروح والتر المختبر بيعرف ان حد تاني اشتغل، فبيروح لجيسي عند بيت صاحبته، وهناك بيقول له والتر ان جاس عايز يستخدمك علشان تاخد مكاني ويقتلني، ولكن بيكون جيسي لسه متعصب من والتر وبيسيبه. وهنا بيخطف عمك والتر شخصين تبع جاس، يعني الشخصين دول بيخطفوا والتر. وهناك جاس بيقول له والتر انت مفصول واوعى تهرب لجيسي مهما حصل، ولكن بيعرف والتر ان جيسي مش هيقبل بقتل والتر، وعشان كده جاس لسه ما قتلش والتر. فبيجي والتر على مكتب سول ويقول له ان هو محتاج شخص اللي بيهرب الناس، لان هو دلوقتي محتاج يهرب هو وعيلته لان هم في خطر. وبيطلب كمان من سول ان هو يتواصل مع اداره مكافحه المخدرات من رقم مجهول ويبلغهم ان هانك في خطر، ولان الشخص اللي بيهرب الناس لازم ياخد مبلغ كبير جدا. فبيجري والتر على البيت ياخد الفلوس، ولكنه مش بيلاقي اي حاجه. فبيسال سكايلر على الفلوس بعصبيه لانه الوقت بيسابقهم، فبتقول له سكايلر ان هي اديتهم يا شيخ يلعب. فتيجي والتر نوبه من الصراخ والضحك كده اللي هي يا عاهره يا عاهره يا مفضوحه يا معاهره يا مفتوحه يا بنت يا بنت فاط يا زباله. ففي نفس الوقت بتتصل ماري اخت سكايلر بيها وبتقول لها ان اداره مكافحه المخدرات بعتت لهم ناس تحميهم لان وصل لهم ان هانك هيتقتل، وده طبعا بسبب ايه؟ عمك والتر. ولما والتر بيفوق من اللي هو فيه بيخلي سكايلر وولادها بسرعه يقعدوا عند هانك، وبيفضل والتر قاعد بالمسدس مستني رجال جاس يتقتلوا. وبيبعت هانك صديقه الشرطي يفتش المحسره اللي مستخبي فيها مختبر المس، ولكنه مش بيلاقي حاجه لان المختبر في مكان سري جدا في المحسره. ولما بيروح عم جيسي سول بيحكي له كل اللي حصل مع والتر، وفي نفس الوقت بيجي اتصال من صديقته ان ابنها بيموت في المستشفى والدكاتره مش عارفين ماله. فبيطلع جيسي وبيدور على علبه السجاير بتاعته مش بيلاقي السم، فبيروح بمسدس لوالتر وبيقول له ان هو عايز يقتله لان هو بيفتكر ان والتر قتل ابن صاحبته كانتقام منه عشان ياخد مكانه. ولكن واحده واحده بيبدا والتر ان هو يعقل جيسي، وده موضوع صعب جدا. جيسي ما عندوش عقل، بيقول ان جاس لعبك كده عشان يخليك انت تقتلني يا ابن الفلحه، وده التفسير ليه طول اليوم ما بعتش جاس حد يقتل والتر. فبيقرر ان هم هيقتلوا جاس ما بعتشيهم. وبيبدا والتر ان هو يصنع قنبله واللي كان هيفجر بيها عربيه جاس بخطه مع جيسي، ولكن جاس بيكتشف اللي هيحصل فبيعرف ان والتر كمان عايز يقتله. فبيروح والتر يفكك القنبله وبيقرر يغير الخطه وبيروح يقابل هيكتور سلامانكا واللي كان في ظالمه سنين، وبيقول ان هو يقدر يساعده في انتقامه من جاس. وفي نفس اليوم بيقول هيكتور ان هو عنده حاجه يقولها لشرطه مكافحه المخدرات، وبيروح وهناك فعلا مش بيقول اي حاجه. ولما بيعرف جاس ان هو راح هناك بيروح لظالمه سنين اللي فيه علشان يعرف قال لهم ايه، ولكنه بيفجر هيكتور المكان باستخدام قنبله زرعها والتر في الكرسي بتاعه ومتوصله في الجاس اللي تحت ايده. وبعد لما بتنفجر الاوضه بيخرج منها جاس ولكن بنص وش وبيموت. عارف انت كان بيخرج بنص وش ومقعد الجرافات تبع كده ايه. وبيوصل خبر لعمك والتر واللي بيروح لجيسي المختبر لان هو كان محبوس هناك، وبيقتل الراجل بتاع جاس وبيبداوا يولعوا في كل نقطه في مختبر والمغسله، وعشان ما يتسابش اي دليل وراهم بما ان هانك كان قريب جدا ان هو يوصل لهم. وبيتصل والتر بمراته ومش بيقول غير ان هو انتصر اي وون. ومن بعدها بيروح عمك والتر على البيت، وهناك بتقول سكايلر انها خايفه منه لان هو اثبت لها ان هو شخص خطير. وعلى الجنب التاني بيوصل لمايك خبر موت جاس، فبيروح وكان هيقتل والتر ولكن بيوقفه جيسي وبيقول له انه في حاجه مهمه جدا عنده لازم تسمعها. وبيقول والتر وجيسي ان جاس كان حاطط عليهم كاميرا في المختبر وانها بتسجل كل حاجه هم كانوا بيعملوها، ولو وصل ده بقى يا عم الحاج لاداره مكافحه المخدرات هيروحوا في كالوش. فبيضطروا ان هم يروحوا عشان يخلصوا من اللابتوب اللي على البيانات دي كلها، ولكن اداره مكافحه المخدرات كانت خدت اللابتوب بالفعل. فبييأس عمك مايك ولكن بيطلب والتر عنوان المكان اللي محتجز فيه اللابتوب. فبتيجي فكره من اغبى واحد فيهم يعني الا وهي جيسي ان هو ممكن يستخدموا مغناطيس، والخطه بتكون استخدام نوع معين من المغناطيس واللي هيعطل اي جهاز قريب ويبوظه. وعلى الجنب التاني بنشوف عمك تيد بعد الحادثه اللي حصلت له واللي من ساعتها بقى شبه عمك عاد الشكل. وبيكون بدا جيسي وولتر ومايك تنفيذ الخطه وبيلبسوا اقنعه بيدخلوا المكان بعربيه واللي فيها مغناطيس، والخطه بتنجح ولما بتوصل لقوات العربيه بيكونوا هم اصلا خلعوا. وتاني يوم بنعرف ان عمك والتر هو اللي سمم الطفل الصغير مش عمك جاس، وكل ده كان بيتلعب بجيسي عشان يقنعه يقتل عمك جاس معاه وخلاص. وفعلا بيعمل سيجاره تانيه وهناك بيروح بيت جيسي على اساس ان هم بيدوروا اذا كانت السيجاره ضاعت ولا لا. وهناك عمك والتر بيحط السيجاره بكده بيقنع جيسي ان السيجاره مش بسبب تصميم الطفل، ولكن احنا كلنا عارفين ان عمك والتر هو اللي بقى من كده مفيش وبعمليه الفاب فاهم انت في الخلق. فبيندم عمك جيسي وبيعيط لانه كان هيقتل والتر ولكنه ما يعرفش الحقيقه ان والتر ابنه. وفي نفس اليوم بيروح جيسي والتر لمايك وبيعرض عليه ان هو يكون شريك ليهم لان هم هيرجعوا شغل
تاني، ولكن مايك بيشبه والتر بان هو قنبله مستعده تنفجر في الناس كلها في اي لحظه. وبعد كلام كتير بيقبل مايك الشراكه وبيروح يعين معاهم واحده كده اسمها ليديا، وده عشان هتقدر تجيب لهم المواد اللي هم هيشتغلوا بيها، واللي بتكون واحده جبانه جدا. وبيطلب مايك ان هو يتم التحقق معاه، ولان هو ظابط سابق بيتعامل وبيقول انه كان رئيس الامن في المطعم. ولكن بتكون في مشكله، وده ان عمك جاس كان بيحول مايك الفلوس على حساب حفيدته، وبكده هيستحوذوا على الفلوس دي، وبكده مايك يكون مفلس زيه زي عمك والتر وجيسي. وعلى الجنب التاني بيقعد عمك والتر وجيسي مع سول عشان يفكروا في مكان متأمن كده يعملوا فيه الميث من تاني. وبيجي تليفون لمايك من احدى الناس اللي شغالين مع مايك، ولكن لما بيروح بيعرف ان في قاتل هناك قدر يقتل الرجاله، والراجل ده يبقى اللي بعتته تبقى ليديا الست اللي قابلها مايك عشان تجيب لهم المواد. واتفقت مع القاتل يقتل كل اللي كانوا شغالين ومنهم مايك، وده علشان هي خايفه جدا على نفسها. الله، امال وجدتي اما كنت قاتله كنت عملتي فيهم إيه؟ كنت اغتصبتيهم. فبيقتلوا عمك مايك وبيروح على بيت ليديا واللي كان هيقتلها، ولكن عمك مايك بيرحمها وبيسيبها وبقابل انها تستمر في انها تجيب لهم المواد. وبيتصل مايك بولتر وبيقول ان هو معاهم وعايز يبداوا، وبيروحوا لسول واللي بيعرض لهم مصنع، والمصنع ده هيبقى واجهه بس، ومن جوه هيبقى فيه مختبر للميث زيه زي المغسله اللي كانت كده. ولكن بيجي فكره افضل لولتر، وهي شراء بيت معين مليان مشاكل زي حشرات وهكذا. فالمالك عين شركه تتولى الموضوع ده، والعمال بيغطوا البيت وبيرشوا البيت بالسموم فبتقتل كل حشرات، فبيفضل البيت متغطي ايام كل فتره. والعمال برضه بيكونوا تبع عصابه عمك مايك، فبكده محدش هيفشوا. وبيبعت جيسي صاحبه يجيبوا صناديق عملاقه من صناديق نقل الآلات الموسيقيه وكده عشان ينقلوا فيها حاجات المختبر بتاعه الميث. ومايك بيظبط مع الناس اللي بيعملوا فيها عمال، وبيقول لهم ان هم يتعاملوا مع والتر وجيسي على انهم اشباح وما يكلمهمش تحت اي ظرف، وفي حاله ان هم طلبوا اي حاجه في اي وقت لازم ان هم يوافقوا. وتاني يوم بيبدا والتر وجيسي الشغل من تاني، والشغل بيمشي بشكل زي الفل فوق التمن يا عم الحاج. فبيعملوا مبالغ كبيره، ولكن بيتخصم منهم مبالغ كبيره سواء بقى هتروح للموزعين او العربيات وهكذا يعني. وده بيعمل ده ايه يا عم الحاج؟ مشكله مع عمك والتر. ولكن بما ان عمك والتر قدام الحكومه دلوقتي صاحب مغسله وفي مصدر لفلوسه، فبيجيب لنفسه عربيه فخمه وبيجيب لمده كمان عربيه. ولكن بتستمر سكايلر في خوفها من والتر، والضغط النفسي عليه بيزيد تاتا تاتا. وبالصدفه بيكون تاني يوم هو عيد ميلاد والتر ال51. وده عم الحاج معناه ان عدى سنه على عيد ميلاده اللي كان في الحلقه الاولى من الموسم الاول. وعلى الجنب التاني بيكون مستمر عمك هانك في البحث عن هايزنبرج. وفي نفس اليوم واثناء في تجمع عائلي في بيت عمك والتر، سكايلر بتقوم من مكانها، واثناء ما بيتكلموا بتنزل في البسين وبتسيب نفسها تغرق. ولكن بيلحقها والتر بسرعه قبل ما تموت. يا عم سيبها دي بتوه. المهم هي بتعمل كده بسبب كل الضغط النفسي اللي شافته الفتره اللي فاتت من والتر والخطر اللي حصل لهم، فبتقرر انها تبعد هي وولادها عنه وبتصمم من كل ده. وهنا بيبان قد ايه سكايلر بقت بتكره عمك والتر. المهم احنا ملناش دعوه بالحاجات دي، احنا نسيبنا من مشاكل عائليه، لان بيكون في مشاكل في الشغل وان هم مش عارفين ياخدوا المواد اللي هيكملوا بيها شغل اصلا، فبيضطروا ان هم بقى يروحوا الخطه بيضاء عم الحاج، ودي بقى هنروح لها بعد ما مالناش دعوه بيها. وفي نفس اليوم بيدي عم جيسي والتر ساعه هديه عيد ميلاده، فبيروح لسكايلر وبيقول لها ان نفس الشخص اللي جاب لي الهديه ده كان عايز يوم يقتلني، ولكن غير رايه عني، وانت كمان هتعملي كده في يوم من الايام بما انك انت ست طيبه ومحترمه. وتاني يوم بيبداوا يعملوا خطه، واللي بتكون في الاساس عرضتها عمتك ليديا، وهي ان هم يوقفوا قطر على المواد اللي هم عايزينها وياخدوها. وبيروح عمك والتر مكتب هانك عشان يركب جهاز تجسس عنده عشان لو حصل اي جديد في جديد كده. المهم بيبداوا تنفيذ بعد التخطيط طويل، وبياخدوا معاهم نفس الناس اللي بيعملوا فيها عمال البيت، واللي منهم شخص اسمه تود، واللي شكله كده واد غلبان. وبس افتكروا كويس علشان اي حد بيبقى غلبان بيطلع في الاخر وبينفذوا الخطه، واللي تكون ان واحد هيوقف عربيه على خط القطر علشان يوقف القطر ده على اساس يعني ان عربيته عطلت، واثناء ما سواقين القطر يساعدوه يكونوا بقى يسحبوا المواد اللي في القطر ويملوها بميه. والتنفيذ بيتم بشكل سلس سيكا يعني، لحد لما بيجي واحد من الله يعني بيقول ان هو هيسحب العربيه بعربيته، ولكنهم بيكون لسه ما خلصوش، ودي كده مشكله، فبيضطروا يتصرفوا بشكل سريع. وبيكون جيسي هيموت تحت القطر، ولكن بيفضل نايم تحته وبيطلع سليم والحمد لله. وبعد ما الخطه بتنجح بيفرحوا وبتحصل مشكله، وهي ان بيظهر طفل صغير وان شاف كل حاجه، فبشكل تلقائي تود بيطلع مسدس وبيقتل الواد. فبسبب ده بيتعصب عم جيسي سيكا يعني، لان زي ما قلنا هو بيحب جدا الاطفال يعني، ما واحد منهم وانا بشبههم، لدرجه ان هو بعدها بيضرب الواد توت ده حته بوكس يا ولد عنب في وشه. ده لان عمك توت ده بيتعاقب من مايك، وبيحذروا عمك مايك بلهجه سديده كده فاهم ايه، وان هو لو اتصرف تاني من دماغه هيبص هيحط له مسدس في خطته.
هو قال كده فعلا، انا ماليش دعوه، مش من عندي. ولكن بيكرر عم جيسي ان هو مش عايز يكمل الشغل بسبب اللي حصل، بس ده الاطباء. المهم بيتفق عمك مايك معاه، لان هو اول مره بيقول لولتر ان هو فعلا بيتم المطارده بتاعته من شرطه مكافحه المخدرات، فبيكونوا عايزين يعملوا اخر الشغلانه وينسحبوا. فبيكون ولتر بقى مش عاجبه الموضوع ده لان هو اتعود عليه، وبيروح عمك جيسي البيت بعد لما بيعرف ان في تاجر مخدرات كبير عايز يشتري الماده اللي سرقوها واللي بيتصنع منها الميث مقابل 5 مليون دولار لكل واحد فيهم. وبيكون راضي جدا جيسي بده، بيطلب منهم ان هم يعتذروا بعد البيعه دي ونخلص، وبكده مش هيكون في خطر ولا قتل، وكمان الفلوس هتكون معاهم من بكره، فاهم؟ فليه بقى ما نتعب نفسنا بقى ونقعد نصنع والحاجات دي كلها ما ننجز. ولكن بيكون مصمم عمك ولتر ان هو تعب في الشغل ده ومش هيسيبه ابدا، ماسك فيه بايديه واسنانه. ولكن بتدخل عليهم عمتك سكايلر وهي بتكره جيسي جدا يعني. ولكن عمك ولتر بيقول له المصحف يا اسطى اتعشى معانا يا جدع، الله عيب ما توصلهمش قدام الموضوع. وبيقعد يتعشى معاهم اثناء سكايلر مش طايقه حد اصلا، والكلام بيحتد من عمك ولتر وسكايلر، وجيسي قاعد في النص كده، فاهم انت؟ شفت محمد هدي فين السين عظيم اللي هو هو كده بالظبط. المهم يا عم حاج، خصوصا لما بتقول سكايلر عن علاقتها بتدي قدام جيسي علشان تحرج ولتر. فاكر يالا، فاكر يا اسطى كنت عامل ايه يا اسطى؟ كنت بروح اعصبت حد مع تيد، ما انت كنتش بتعرف تلعب معايا. هو بالليل بيقابل ولتر عمك مايك، واللي يكون مصمم ان هم هيبيعوا الماده اللي سرقوها، ولكن ولتر بقى بيصمم، فاهم؟ بيركب النوع ان هم هيكملوا شغل، فبيقعد معاه يقنعه بالعافيه لحد الصبح. ده غير ان هو بيربط ولتر عشان ما يخرجش من مكانه، هو يروح فاهم انت يبوظ لهم الموضوع. ولكن بيقدر عمك ولتر ان هو يفك نفسه، ولكن بيكون جا مايك واللي بيتعصب جدا على ولتر وبيكون عايز يقتله. ولكن بيوصلوا اتفاق وهي ان جيسي ومايك ياخدوا فلوسهم، ولكن ولتر يكمل في صناعه الميث. ويروحوا تاني يوم يقابلوا التاجر الكبير اللي هيقابلوه، وولتر بكاريزمته الكبيره بيعمل اتفاق كويس مع التاجر وبيديهم نسبه معينه من الماده مقابل نفس الفلوس. وبيقرر ان هو هيعمل معاه ديل كده، فاهم انت؟ ان هو هيعمل الميث بجودته العاليه ويبيعه له، وساب ريت وولتر اللي كلها ثقه بيوافق التاجر على البيع. ولما بيسالوا التاجر انت مين بقى يا عم الحاج، بيرد عمك ولتر انت عارف انا مين، زي ما كل اللي في البلد عارفين مين افضل شخص في البلد بيعمل الميث، وان هو الشخص اللي قتل عظيم بالنسبه لهم جاسبرينج. وبيقول للتاجر بكل ثقه بقى كده say my name. فطبعا بيرد عليه التاجر يقول له هايزنبرج، فبيقول له you get them right. المهم من بعد ما عمك مايك اخد الفلوس بيفكر يشيلها لحفيدته، وبيتخلص من كل اسلحته اللي هي حاجه تدينه جدا، ويقرر ان هو بقى يعتذر ويطفي دماغه. ولما بتيجي الشرطه وعمك هانك يفتشوا بيته مش بيلاقوا اي حاجه يمسكوها عليه. وعلى الجنب التاني بيقول جيسي لولتر ان هو عايز ياخد فلوس وينسحب، ولكن بيفضل يحاول ولتر ان هو يقنعه ان هو يكمل معاه، ولكن بيصمم عمك جيسي ان هو مش عايز يكمل، وبيرفض ولتر ان هو يديله فلوس. طب ما انت مش واخد فلوس يلا ريني بقى هتعمل ايه؟ ولكن بيقول جيسي ان هو حتى لو مش تديني فلوسي فانا برضه مش هكمل. فبيضطر ولتر ان هو يخلي تود هو اللي يساعده بشكل باقة. ولكن على الجنب التاني بيوصل البوليس لأدلة تدين عمك مايك، وكمان بيوصلوا فلوس اللي هو اخدها. فبيضطر مايك يسافر، وقبلها بيقابل ولتر وبيتخانق مع مايك وبيقول له انت كان عندك رئيس واختبر تشتغل فيه وتاخد فلوس كتير، ولكنك صممت تكون انت الرئيس، وده ودانا في داهيه كلنا يا ابن هما المشكله بس دي انا. فبيضربوا عمك ولتر بطلب من مسدسه، فبيبعد مايك بالعربيه، ولما بيروح ولتر وراه بيلاقيه قاعد ومستني يموت في السلام. وبيفضل مشكله اخيره وهي الناس اللي اتسجنت واللي كانوا تبع جيس، واللي دلوقتي لازم يتقتلوا قبل ما يقولوا اي حاجه او يعترفوا. فبيعرض تود على ولتر ان هو عنده عم يقدر يقوم بالموضوع ده، وبيقابله فعلا بيتفق معاه يقتل كل الناس دي في نفس الوقت وهم في السجن. وعشان البوليس ما لحقش يحقق او يحمي الباقي، فاهم؟ هم كلهم يتقتلوا في نفس الوقت حتى لو اماكنهم متفرقه. وبتنفذ الخطه بكل نجاح ومش بيفضل ولا واحد فيهم. وبيكون هانك خلاص جاب اخره بسبب اللغز اللي مش عارف يحله ده، واللي كل شويه ياخد على قفاه ويلاقيه حاطط له فاهم حيطه مسدوده كده في وشه. وبعد كده عمك ولتر بيكمل الشغل وبيفضل يعمل فلوس كتير جدا لحد لما بيعمل حرفيا جبل من الفلوس، لدرجه ان هم بيشكوا عارفين اصلا يعدوها ولا يعرفوا دول كام. او تقول عمتك سكايلر انها مش هتقدر تغسل الفلوس دي ابدا حتى لو اشتروا بيت مرسات سيارات. وبعدين بيرجع السرطان تاني لعمك ولتر، فبيقرر الوقت ده المناسب للتقاعد، وبيروح لجيسي وبيسيب له فلوسه وبيعملوا تجمع عائلي من تاني. ولكن هل تفتكر حدوته زي دي ممكن تكون بنهايه سعيده؟ طبعا لا. فبيقرر عمك هانك ان هو يخش الحمام وبيسحب اي حاجه يقراها، وبيلاقي في كتاب كده رساله من جاي لعمك ولتر بيقول له فيها شرفني العمل معاهم. فبيربط كل حاجه وبيكتشف ان قريبه واقرب حد ليه يبقى هو المجرم اللي حيره طول الفتره دي. بالنسبه لعمك هانك فبيستمر في التحقيق وربط كل الاحداث، وبيروح جيسي يدي سول المحامي 5 مليون دولار
عشان يوديهم لاهل الطفل اللي قتله طول الجزء اللي فات، وباقي الفلوس بقى فامي لحفيدة مايك. هو بيعمل كده بسبب ضميره اللي بيأنبه. فبيتصل سول بعدها لولتر وبيقول له اللي جيسي عايزه. فبيروح ولتر لجيسي الفلوس، وبيكون جيسي رفض الفلوس لانها ملوثه بدم الناس. فبيفضل برضه ولتر يقنعه ان هو ما يتنزلش عن فلوسه، ولكن جيسي بيتهم ولتر بان هو قتل مايك. ولكنه طبعا ولتر بيكذب وبيقعد ينكر والله كيد تخشمونه. وفي نفس الليله بيلاحظ ولتر اختفاء الدفتر اللي اخده هانك، فبيستنتج ان هانك اخده واكتشف الموضوع. فبيخرج يفتش عربيته بيلاقي فيها جهاز التعقب زي ما توقع، فبيعرف ان هو راح فتيس. وفي نفس الليله بيفضل جيسي يرمي الفلوس في الشارع بسبب ضميره اللي مأنبه زي ما احنا قلنا. حد ضميره يا عم هات الفلوس يا عم تساعد. وتاني يوم بيروح ولتر لهانك بيته، وبيكون قاعد في جراج بيته وقاعد بيحقق فيه، وبيحاول هانك يمثل قدام ولتر ان هو مفيش حاجه والدنيا زي الفل عايش خالص مفيش حاجه. والكلام بيكون مش مريح ما بينهم لان هما الاثنين عارفين ان حقيقه اللي بيحصل. لحد لما عمك ولتر بيطلع جهاز تعقب، بيطلع المهم يعني بيطلع جهاز تعقب اللي في عربيته، وبيواجه هانك وبيسأله تعرف تقول لي ايه ده؟ فلما الكلام بيكون عن مكشوف كده بيقفل عمك هانك الجراج وبيضرب ولتر. تعالى يا ابن انا فوت لك. وبيواجهه بكل الحاجات اللي ولتر عملها فيه، وكان فاكر ان دي من افعاله سواء جاس او جيسي والحاجات دي كلها. وبيقول ان هو هيسجنه لكن دلوقتي ما يقدرش يعمل ده عشان ما عندوش اثبات كافي. فبيقعد ولتر ينكر والله يا استاذ شارع. وبيقول ولتر ان هو رجع له السرطان وقريب هيموت. وبيقعد يحلف ان كل ده مش حقيقي. لما الكلام بيحتد بينهم ولتر بيحدد هانك بشكل غير مباشر كده. فمن تاني يقعد يقول له trust and believe in God اللي تصدق وتؤمن بالله اللي عايزين مشان. وبيخرج ولتر واول حاجه بيعملها بان هو بيتصل على سكايلر، ولكن تليفونها بيكون مشغول اللي هانك اتصل بيها اصلا. فبيجي ولتر هناك بالعربيه، ولكنه مش بيلاقيها هناك، وده لانها بتروح تقابل هانك بعد لما طلب منها ده. وبيقول لها على اساس انها ما تعرفش حاجه، وبيطلب منها انها تقول شهادتها، ولكنها بترفض انها تتكلم وبتطلب محامي. ولما بيطلب هانك انها بتقعد بتتعصب جدا سكايلر وبتطلع. وعلى الجنب التاني بيطلب ولتر من سول يبعت ناس تخفي الفلوس بتاعته، ولما بيروحوا بينبهروا بشكل الفلوس ده ان هم بيناموا عليها اصلا. فاهم انت؟ مشهد من مسلسل اسطوره 2000 ومش عارف ايه. المهم يعني بيلاقوا الفلوس جوه جرادل الكبيره، وبيروحوا الصحراء يدفنوها هناك حد لو يعرف المكان يقول. وفي نفس اليوم بتروح باري لاختها سكايلر عشان هانك حكى لها كل حاجه. فبتنزل سكايلر ساكته برضه، فبتضرب اختها بالقلم 7 سنين وهي ولكن سكايلر برضه رافضه تبلغ عن ولتر. فبتاخد ماري وهي ماشيه بنت سكايلر وتتخانق معاها سكايلر لحد ما بيقول هانك لماري انها تسيب الطفله. اثناء كل ده بيكون عمك ولتر في الصحراء في المكان اللي لوحده يعرفه، بيقعد يدفن فيه الفلوس لحد بالليل، وبيعلم مكان باحداثات معينه على GPS وبيروح. وبيتوه هناك وبتقول له سكايلر انها ما لقتش حاجه لهانك، ولكن فجاه بيقع من طوله بسبب تعبه والمجهود اللي هو عمله. ولما بيفوق بيكون فاكر ان سكايلر عملت اتفاق مع هانك، وبيقول لها ان هو هيسلم نفسه للبوليس، ولكن اول توعد انها تحتفظ بالفلوس علشان تضمن لاولاده حياه كريمه. على الجنب التاني بيقدر رايب ضد اللي هم عصابه خطيره شهروا لها ان هم يموتوا تاجر المخدرات اللي كان متعاقد مع ولتر وكل رجالته عشان ياخدوا مكانه. بيبين ان ضد اشتغل اخر فتره مع ولتر وتعلم يعمل المثل. وبيروح هانك يحقق مع جيسي، وهناك جيسي بيفضل ساكت وبينكر اي حاجه تتقال له. فيجي زول وبيخرجوا اللي بيخرج جيسي يعني. وعلى الجنب التاني بتيجي لولتر وسكايلر خطه، وهي ان هم يسجلوا فيديو اعتراف. وبيروحوا سكايلر يقابلوا هانك وماري، وهناك بيدوهم الCD اللي عليها الفيديو اللي سجلوه عليها. ولما بيتفرجوا عليه بيلاقوا ان ولتر قال فيه ان هانك كان بني امبراطوريه لبيع المثل، وانه كان بيستخدم ولتر ان هو يعمل مخدر بسبب خبرته في الكيمياء. ولان الفتره دي كان ولتر مصدوم بسبب اصابته بالسرطان ووافق على عرض هانك، خصوصا لما وراه فاهم انت يربح من الارباح اللي هم بيعملوها. وان هانك كان شريك عمك جاس، وبسبب خلاف حصل بينهم هانك في ايه قام جاي هانك قتل جاس. وبيستمر عمك ولتر في توجيه الاتهامات لهانك، زي مثلا ان هو بيقول ان الضربه اللي في وشه دي ضربها له هانك لما يحاول يسيب الشغل فبنت وبيتصدم هانك وماري جدا من اللي هم شافوه ده ولتر. ولكن على الجنب التاني ولتر بيقابل جيسي وبيقول له مدى الخطر اللي هم فيه، ولكن جيسي بيقول ان هو ما قالش اي حاجه لما اتحقق معاه. وبيقرر جيسي ان هو يبعد عن الحياه دي كلها ويبدا حياته جديده بصفحه جديده عن طريق الشخص اللي بيهرب الناس وتبع سول، وفعلا بيعمل الاجراءات مع سول. وبيروح المكان الراجل ده المفروض ياخده منه، ولكن هناك بالصدفه بيكتشف عم جيسي موضوع السيجاره وان ولتر اتلعب دي بان هو يسمم الطفل الصغير. فبيروح يضرب سول لانه بيعرف ان هو اللي سرق السيجاره اللي فيها السم. وبيروح جيسي يولع في بيت عمك ولتر، ولكن لما بيروح ولتر على البيت بعد لما بيبلغه سول باللي جيسي عايز يعمله فاهم مش بيلاقي حاجه، وبيلاقي البيت سليم اصلا. في ايه ده؟ ولكن بيكون مليان بنزين. فبيجيب ناس تبعه تنضفه فاهم انت تنضف بكره. وبيفضل ولتر يدور على جيسي مع سول، ولكن اللي حصل فعلا هو لما جيسي راح يولع البيت دخل هانك يقبض عليه لانه كان بيراقبه. وبيكون موت جيسي مناسب جدا للاعتراف. وهنا هانك بياخد جيسي لبيته وبيسيبه هناك. وتاني يوم بعد لما جيسي بيصحى بيخلي هانك يسجل فيديو يحكي فيه عن كل
كل حاجة. وبالفعل بيحكي جيسي كل حاجة بالتفصيل، ولكن ده بيكون مش دليل كافي لأن مفيش أي دليل مادي ملموس على الموضوع ده، فاهم؟ بيتبل على ياسطو عشان العمل. ولكن بيبعت والتر رسالة لجيسي على ميعاد يتقابلوا فيه، فبيقول هانك لجيسي إن هو هيركب جهاز تصنت عليه ويروح يكلم والتر ويوقعه في الكلام. ولكن بيكون جيسي مقتنع إن والتر عايز يقتله، ولكن بيكون مصمم هانك إن جيسي يروح. وفعلا بياخده بعد لما بيخبوا فيه جهاز تصنت، بيروح مع جيسي عشان يقابل والتر. ولكن هناك جيسي بيتغابى وبيتصل بولتر من بعيد عشان يهدده وبيمشي. فبيتعصب هانك جدا بسبب اللي هو عمله بتاع حمارة اصلا. ولكن على الجنب التاني بيتصل والتر بتون عشان بيقول ان هو محتاج عمه في مهمة تنكر. وبالنسبة لجيسي فبيقول لهانك ان والتر ذكي جدا من ان هو يسيب اي دليل وراه، في دليل واحد وصلوا له هيدينوا بيه واللي هو يبقى مكان الفلوس، والشخص الوحيد اللي يعرف مكان الفلوس ده يبقى مين يا عم الحاج؟ يبقى عمك سول. فهانك بيروح لساعد سول ويبتدي ان هو يحارب معاه، وبيقول له ان هم راقبوا موبايل والتر وعرفوا ان هو عايز يقتله، وبيقول له ان والتر قتل جيسي وبيوريه صورة مزيفة فاهم كده ايه مفبركينها هو وجيسي تبين ان هو مقتول. فبيخاف جدا بقى مساعد سول وبيقول له كل حاجه، وبيقول له ان فلوس والتر مدفنها في الصحراء. وعلى الجنب التاني بيتفق عمك والتر مع عم تود واللي اسمه جاك، فاهم انت ايه ان هو ايه يقتل جيسي، ولكن بشكل سريع عشان جيسي ما يتعذبش لا فاهم هو يموت. ويوافق جاك على انه يقتل جيسي، ولكن المقابل ان والتر يرجع يعمل مثل اليوم تاني لان تود مش عارف يطلع نفس الجوده بتاعت عمك والتر. بيقول والتر ان هو هيعمل كميه واحده بس بعد لما يقتل جيسي، وده بيكون يا عم الحاج هو الديل. ولكن بيرسل له عمك جيسي صور لفلوس والتر اللي في الصحراء، ولكن طبعا الصوره دي مزيفه. ولكن برغم ده بيصدق والتر وبيجري بعربيته على المكان اللي فيه الفلوس يا ابن الغبيه. وفي نفس الوقت اللي بيكون في جيسي مع والتر على الخط بيقول له ما يفيش سكه لحد لما يوصل والا هيولع في فلوسه، وبيفضل يوقع والتر في الكلام. وفعلا والتر في عصبيته بيقول حاجات كتير جدا، ولما بيوصل بيلاقي المكان ما اتلمس وجيسي ما وصلش لفلوس ولا اي حاجه كمان دي. ولكن بيشوف ان في عربيه جايه من بعيد، فبيتصل بسرعه بجاك عشان يجي هو وعصابته ويقتلوا جيسي. ولكن عمك والتر بيشوف انه وصل يبقى هانك قريبه، فبيتصل بسرعه بجاك الغي كده يا اسطى. هو بيطلع والتر يستسلم وبيتقبض عليه، وبيكون متعصب جدا من جيسي وكل تفكيره ان هو عايز ينتقم منه. وبعد لما بيدخل والتر عربيه بيتصل عمك هانك ماري بيقول لها ان هو قبض على والتر، ولكن المشكله هي وصول جاك وعصابته للمكان برغم ان والتر لها معاهم. وبيفضل عمك والتر ينادي على هانك عشان يحذره، ولكن هانك هو ظابط سنين فاهم بنت بيطنشوها ومش بيسرعوا يعني الله اعلم. فالعصابه بتقتل زميله بكل سهوله وبتمسك عمك هانك من لباسه. فبيتوسل عمك والتر لجاك ان هو ما يقتلش هانك، ولكن بيصمم جاك ان هو يقتله لما بيعرف ان هو من شرطه مكافحه المخدرات. وبيستمر عمك والتر في التوسل وبيقول انه في 80 مليون دولار مدفونين خدها كلها وسيبه، ولكن برضه عمك جاك بيقتل هانك. فطبعا بينهار عمك والتر وبيجيب جاك جروف عشان يطلع الفلوس ان هو قتله وهياخد الفلوس. وبيفضلوا يطلعوا الفلوس الجاردر ورا التاني قدام والتر ويسيبوا 10 مليون دولار يعني فاهم ايه، وياخدوهم متباعي يعني جدعانه كده. وكل ده المفروض ان جيسي اختفى ومحدش يعرف هو فين. فبيقول والتر ان هو شاف جيسي وان هو مستخبي تحت العربيه، فبيروح ياخد جيسي. وقبل لما يقتلوه بيقول تود ان هو ممكن يستفادوا بجيسي عن طريق ان هم يخلوه يعمل لهم بس على طول، فاهم انت هيستعبدوه. وقبل لما ياخدوا جيسي فعمك والتر بيعترف لجيسي وبيقول ان هو شاف جين، فاهم انت داخل جين البت اللي كان عمك جيسي بيحبها في الاول، ان هو يعني عمك والتر شافها لما كانت فاهم عامله اوفر دوز مخدرات وسابها تموت قدامه، وان هو كان بايده ان هو ينقذها فاهم بس سابها كده. ولما جيسي بيسمع الكلام ده فطبعا بيتدمر نفسيا وبيقعد ينوح بقى. والتر بيركب عربيته بيلاقيها مش شغاله صادة بالنار اللي حصل، فبيمشي والتر بالجنطر في الصحراء وبيشتري من ست كده عربيه بتاعتها وبيجري على البيت. ولكن بتكون راحت ماري سكايلر وقالت لها ان هانك قبض على والتر. وعلى الجنب التاني جاك بيعيش جيسي في قفص، وكل اللي بيعمله في حياته ان هو يعمل لهم مس بس ويرجع تاني للقفص. ده غير طبعا التعذيب اللي هما بيعذبوه له ويطفي السجاير تحت باط ويزبمكوا على مؤخرته وحاجات عجيبه. وبتعرف سكايلر حقيقه ابوه ان هو خلاص اتقبض عليه، فبيتعصب جدا بسبب ده ومش بيصدق. ولما جه يرجعوا البيت بيلاقي عمك والتر بيلم شنطهم عادي جدا، فبتساله عن مكان هانك لانها عارفه ان هو اتقبض عليه المفروض من هانك، فبتفتكر بقى ان هو قتل هانك. ولكنه مش بيكون في وقت بقى ان انا بربرلك مش وقت امك هو. فبيفضل عمك والتر يطلب منهم ان هم يمشوا حالا. ولكن سكايلر بتكون جابت اخيرا فاهم خلاص بقى انا فصلت، وبتسحب سكينه وتقعد والسينه واظن نفسي تعصب هو يعني تسحب سكينه من المطبخ المكان المعروف بتاع السيدات وتحاول انها تقتل والتر وبتجعه في ايده قدام لهم. ولكن بيجي جونيور وبيسحب ابوه وبيتصل على بوليس يبلغ عن ابوه، فوالتر بياخد بنته وبيهرب بيها في عربيه بسرعه. فبتفضل سكايلر تيجي ورا العربيه وبتترجاه ولكنه بيمشي، وبتبلغ سكايلر البوليس عشان يلاقي بنتها. فبيدوس عمك والتر وبيفهم انت بيقول كلام حاد جدا لسكايلر، وفي نفس الوقت اللي بيكون فيه البوليس سامع كل ده، وحتى بيقول ان هو اللي قتل هانك